السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما عنديش عيش والانبوبة خلصانة. فقلت اعمل لكم شوية عيش كده من بتاع الافران، اللي هو العيش بالدقيق الاسمر. بما اننا احنا اللي عندنا الدقيق بيبقى شايلين منه الردة او النخالة زي ما بتقولوا عليها. فهقول لكم ازاي شكل الرغيف كأنه معمول بالردة، يعني كأنه معمول بدقيق، مش منخول ولا حاجة. زي ما انت شايفة كده خفيف قوي ما شاء الله ومفتوح والطبقة اللي من فوق زي اللي تحت، يعني ما فيش حاجة اتقل من التانية ولا حاجة خفيفة عن التانية، ما شاء الله اللهم بارك، وطري جدا. لو انت ما عندكيش فرن اللي هي الحديد دي بتاعت الانبوبة، او لو انت ما عندكيش حتى فرن بوتاجاز، عندك البوتاجاز المسطح ده يعني في اضعف الايمان. برضو ان احنا هنعمل العيش وبطريقة سهلة قوي يعني، وخطوات بسيطة جدا. انا عندي هنا كيلو دقيق، وهقول لك اي نوع دقيق هتشتغلي بيه، انا هوريكي ازاي هتعجنيه ومن غير حتى ما تعرفي مقدار الميه ايه، لان كل نوع دقيق بيختلف عن التاني. انا ده دقيق تموين، يعني انا التموين بتاعنا هنا في الصعيد بيبقى بالشوال، يعني بدل ما انت مثلا ليكي كميه انت كل يوم مثلا تجيبي بجنيه عيش او اقل او اكتر، لا انا بجيبه دقيق، فبيبقى شوال على مدار الشهر يعني. انا عندي هنا كيلو دقيق، وعندي زي ما انت شفتي معلقه سكر، وحته صغيره قد نص ليمونه خميره بيره. لو عندك خميره فوريه هتبقى برضو معلقه، مفيش اي مشكله، بس معلقه ممسوحه يعني. والميه طبعا بتكون دافيه، وزي ما انت شفتي في الاول حطيت رشه الملح البسيطه قوي. وهبدا ان انا اعجن، ومش هحط كميه الميه كلها مره واحده، يعني انت الاول انزلي بكوبايتين ميه. كوبايتين الميه اللي هي العاديه اللي احنا على طول متعودين بنعمل بيها مقادير الكيك او القرص، هي اللي هي المج العادي بتاعنا ده بتاع الشاي. هبدأ ان انا احط شوية شوية، وزي ما انت شايفة كده هو العيش ده يعني ولا من غير مطرحة ومن غير اي حاجة، انت كله ما شاء الله هيتفرد معاكي من اول رغيف لاخر رغيف ان شاء الله باذن الرحمن. بس بقى يعني اهم نقطة فيه ان هو يتعجن كويس جدا، غير العيش بتاع المطرحة. فانا بحط دلوقتي زي ما انت شايفة شوية شوية لحد ما العجينه بتاعتي كلها تلم معايا. هو هتبقى عجينه تخينه، اللي هو لو لزقت هيبقى بسيط قوي، وهتلاقي ان العجين اصلا بدل ما هو ماسك في ايدك هتلاقي ان هو طلع من ايدك. شايفه انتي اصلا عامله ازاي العجينه؟ يعني متماسكه مش خفيفه. وتقعدي بقى ان انتي يعني تخلي بالك ما يكونش في دقيق من تحت من الجوانب، تلمي كل الدقيق، ما تخليش ولا اي دقيق خالص. ما شاء الله الكيلو دقيق هيعمل معاكي يعني في حدود 18 رغيف. يعني انا عملت 18 رغيف، وكمان كان في كام رغيف كده كبير شوية، يعني لو ظبطتي ايدك كلهم قد بعض هيطلع معاكي 20 رغيف. يعني انت كيلو دقيق اصلا ب15، يعني على حسب المكان، لو يعني في ناس بتبيعه ب15، فهتلاقي ما شاء الله هتلاقي الكيلو عمل معاكي 20 رغيف. يعني لو انت اتزنقتي مثلا الفرن قفلت، ما عندكيش عيش في البيت زي حالاتي كده، او الانبوبه خلصانه وعايزه تعملي حاجه سريعه كده على الماشي، او الوقت متاخر مثلا بالليل او جالك ضيوف مثلا، اللي هو انت في خلال ساعه كن ما شاء الله مخلصاه يعني. انا هبدا بقى ان انا اقطع الكميه كلها، واول رغيف عملته هو اول رغيف هفرده. يعني حتى لو انت جربتي العيش بتاع المطرحه وفشل معاكي، بس عايزه اقولك ما فيش حد فينا اتولد متعلم كل حاجه. يعني انا عن نفسي، يعني لما بنوتي بتسالني يا ماما انت مين علمك، فبرد عليها وبقول لها هو الزمن علمني. الزمن كفيل ان هو يعلمك كل حاجه. وبعدين يعني مثلا مره فشلت معاكي، لا ما انت جربي المره التانية والتالتة وان شاء الله هتظبط معاكي. وبعدين دلوقتي يعني الامور بقت ميسره غير الاول يعني. كان يعني مش اي حد عنده نت ولا التليفونات بقى ولا زي دلوقتي يعني. دلوقتي وانتي قاعده في بيتك وعلى سريرك تتعلمي كل حاجه. حاجه باظت معاكي مره مش مشكله، اتعلميها، بحيث ان انت كل حاجه اي حاجه نفسك فيها ولا ولادك نفسهم فيها انت تعملها لهم. ما تستنيش ان هم مثلا ان انت تحتاجي لحد، او ان هم يبصوا على حد يعني حد عامل حاجه، لا تبقى كل حاجه في بيتك انت ومعودهم عليهم. انا بعد ما فردت كميه العيش كلها بدات ان انا اغطيهم. انا هنا بقى الطاسه عندي على النار يعني نار عاليه، وعلى عين الكبيره مش الصغيره. هبدا ان انا احط الرغيف كده، ومعاكي بقى اسمها ايه والله ما فاكره اسمها، المقصوصه يا بنات ولا ايه، والله انا اسمها رايح من الذاكره خالص دلوقتي. المهم ان انا اي حاجه تعرفي ان انت تقلبي بها الرغيف وخلاص. اول ما يمسك نفسه كده هقلبه على الناحيتين علشان يتنفخ ويقب معايا. اهم حاجه ان هو يرتاح بين كل خطوه والتانية ربع ساعه.
تمام. علشان طبعا انا بعد ما فردته بالمردنه، فانت يعني تقريبا طلعتي جزء كبير من الخمور بتاعه. لما تسيبيه ربع ساعه تاني هتلاقيه ارتاح وقب معاكي. يعني عيش سريع وخفيف وما شاء الله، يعني هيتنفخ معاكي. حتى لو انتي يعني عيش المطرحه صعب معاكي، لا ده هيبقى جميل قوي معاكي. وبرغم ان عجينته يعني متماسكه، مش سايبه ولا حاجه، لكن برضو عايزه اقولك مش ناشف والله ولا حاجه. ولو لاحظت في اول الفيديو انا كنت بقطعه قدامكم، وهو يعني البخار كان بيطلع منه. يعني مش هتقولي بقى ده انت عقبال ما سويتيه فهو نشف معاكي وسبتيه لما رد وبعدين بقى طري. لا 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 خالص والله. وهنا برضو كنت ده تاني رغيف كنت بحطه. يعني انا حطيت كذا رغيف قلت علشان اوريكم ما شاء الله بيقب ويتنفخ ازاي. دي اهم حاجة طالما عجنتيه كويس. يعني كملي بقى الخطوات التانية للاخر، ان انا اريحه بين كل يعني كل مرحلة تانية ربع ساعة. العيش شايفة اصلا الردة فيه عاملة ازاي، كأنك عاملاه بدقيق اسمر. برغم ان ان الدقيق يعني انا انت طبعا مش يعني هتقولي لي انا هجيب دقيق واحط عليه شويه رده او النخاله دي. طب وليه؟ ما انت ممكن العجينه تبوظ منك. انت زي ما انا ما عملت كده شويه رده، يعني لو يعني شويه رده عليهم مثلا معلقتين دقيق وتفردي بيهم الرغيف كله، هيبقى من فوق ومن تحت اصلا الرده يعني واصله له كانه معمول بدقيق اسمر. وما شاء الله جميل جدا وزي بتاع الفرن كمان. انا عمل لي ما شاء الله يعني 18 رغيف، عشان كان في كم يعني كم رغيف كمان ايه كبار شويه. لو انت لاحظتي في الاول، انت لو ظبطت ايدك هيطلع معاكي 20 رغيف. يعني الكيلو دقيق يعمل لك 20 رغيف. انا مرضتش اوقف الكاميرا، قلت خلينا بقى ايه عملي كده وتشوفي بنفسك. شايفين الجمال؟ اللهم بارك. وطالما الطاسه سخنت معاكي اللي هو انت ايه على طول بقى يعني هتحطي وتشيلي على طول، مش هياخدوا معاكي حاجه. بس تخلي جنبك كده فوطة صغيرة كده ما تكونيش عايزاها. يعني كل كام رغيف كده هتلاقي فيه ردة نزلت في الطاسة، هتلاقيها طبعا اتحرقت معاكي، فدي لازم تشيليها علشان ما تبوظلكيش العيش. هتقولي لها هتبوظه ازاي، هقولك هتلاقي الرغيف بقى لونه اصفر، خد لون اصفر كده من الحرق بتاع الردة دي او النخالة، وهتلاقي الرغيف مقبش معاكي. فاحنا علشان نتفادى ده انت بتنضفي الطاسة وتخلي بالك بقى عشان بتبقى طبعا بتبقى سخنة. ايه رأيكم في الجمال ده؟ بجد عيش يستاهل بقكم. اه ما نسيت، وفي كل فترة يعني كل مرحلة والتانية برضو انا بغطي كويس. بتغطيه علشان ما ينشفش معاكي. او من غير بقى لا فرن ولا حتى فرن بوتاجاز ولا اي حاجة، على الطاسة وانتي واقفة. هي الفرن بصراحة يعني بتاعة البوتاجاز او فرن الحديد هو مفيش فرق بينهم. يعني ولا في التسوية او كده، اصل كان في واحدة بتسألني فلا يعني هو مفيش فرق. لكن الفرن الحديد بصراحة علشان ايه، يعني انا لما باجي اخبز انا مثلا بعمل كمية. يعني العيش الشمسي ده انا بعمل 6 كيلو. احنا في الصعيد بنقول عليه ربع. يعني 6 كيلو بنقول عليه ربع. العيش اللي هو الفلاحي او المرحرح ده او المصري ده برضو انا بعمل مثلا 5 كيلو 6 كيلو. فبرضو دي بتبقى كمية، فعلشان اعملها في فرن البوتاجاز هو هيطلع معايا نفس النتيجة على فكرة. طالما الفرن بتاعتك الشواية بتشتغل مع الفرن من تحت هيطلع معاكي نفس النتيجة بالظبط. ولكن هاخد فترة يعني هياخد وقت معايا طويل، لان الفرن بتبقى بتاعت البوتاجاز صغيرة، خاصة الفرن اللي فيه مروحة. فهتلاقي ان الفرن اللي هو اصلا ما بتاخدش غير رغيفين، وكمان ما يبقى يعني مش الرغيف اللي هو الكبير، يعني قولي مثلا الوسط او الصغير. لكن الفرن الحديد ما شاء الله بتاخد معاكي كمية ونارها بتبقى اعلى زيادة، فاللي هو أنا بدخل وبطلع على طول. يعني ممكن ارص مثلا بالست رغيفة مرة واحدة يعني. ايه رأيكم في الحلويات دي بقى؟ لايك بقى شجعوني. شايفين الردة لونها عمل ازاي؟ فانا كان لازم اشيلها علشان ما بوظيش العيش، عشان العيش بتاعك كله يبقى بالجمال ده وبالحلاوة دي. انا زي ما قلت لك علشان بس اكون صادقه، اخر رغيفين 3 هم اللي ما اتنفخوش كويس معايا، علشان انا كسلت ان انا اشيل الرد. قلت خلاص هعملهم على طول وكده فهم لا ما يعني ما ظبطوش معايا.
فانا بقولك برضو ايه على النقطة دي علشان تتفادي ان يحصل معاكي كده. العيش برضو ده طيب بخزنه زي بعد ما بيبرد. يعني لو انت مثلا مش محتاجه العيش ده كله، وبدل ما يقعد من بره بقى ويبقى بايت ولا تحطيه في التلاجة وينشف معاكي، لا انت بتجيبي شنطه عاديه، كيس عادي جدا، وبتحطي العيش الكميه اللي انت مش عايزاها، وهتربطي الكيس كويس جدا وعلى الفريزر. طيب لما تيجي تطلعيه بقى، يعني خلاص انتي محتاجاه، تطلعيه قبلها بربع ساعة او نص ساعة، وتفرديه كده على حاجة نظيفة، مثلا على السفرة ولا حاجة، على قماشة نظيفة، وهتسيبيه يفك معاكي. هيبقى زي ما انتي ما حطيتيه هتطلعيه. طب لو انتي عايزاه سخن، فانتي هتحطيه برضو ايه، تسخنيه على البخار او تسخنيه تحت الشواية في الفرن، او في الفرن نفسها براحتك زي ما تحبي يعني. او زي ما انت شايفه لما تدي الرده ولا ايه، ما طلعتهاش على طول معايا، عمل بقى اداني اللون ده في العيش. انا شلتها وحطيت بقى رغيف مكانه. لو انت اول مره تشوفيني او تشوفي قناتي، انا كنت عامله العيش الشمسي، وكنت عامله بدقيق التموين، وعامله العيش الفلاحي او العيش المرحرح بالمطرحه بكل سهوله. تقدري برضو تشوفيه عندك، يعني خش ايه وتجولي كده. لو انتي بقى بنوتة وبتشوفيني، او يعني مخطوبة، او لسه ربنا ما كرمكيش، يعني يعني اعملي جربي في بيت والدك احسن. لما تجربي في بيت والدك وتتعلمي، تبوظي مرة تصلحي مرة، يعني ده احسن ليكي انتي، عشان ما تحتاجيش ايه لحد، وما يبقاش حد ايه يعني ليه فضل عليكي او ان انتي يكون نفسك تعملي الحاجة دي مثلا وانتي مش عارفة، حاسة ان انتي حاسة بالنقص، عندك عجز. لا، طب وعلى ايه؟ الحاجة تعلميها في بيت والدك احسن. وهتعمل ايه؟ يبقى برضو ايه يعني عاملاه في البيت برضو غير بتاع بره، وانت عارفة بقى الافران وكده. يعني انت لكن في البيت نظيف وحاجتك نظيفة وعاملاه بايدك، وهيبقى احلى من بتاع بره. والله حرفيا احلى من بتاع بره. لو عجبك الفيديو يلا بقى تشجعي كده، هو كيلو دقيق على الماشي، وجربيه واعمليه، وقولي لي النتيجة طلعت معاكي ايه. عايزه اقولك والله بجد اللهم بارك، وهم يعني طعمه جميل جدا وحلو قوي يعني. سندوتشات بقى، فطار مع الاكل الشعبي كمان ما بيبقاش حلو قوي مع العيش الشمسي، فده بيبقى جميل قوي يعني. إيه عشاء مثلا خفيف، إيه عيل مثلا جعان فيبقى زي سناك كده، سندوتش جبنه، سندوتش اي حاجه. عايزه اقولك طعمه جميل قوي، وحاجه نظيفه انت عاملاها يعني بايدك في البيت. وغير بقى الريحة الحلوة بتاعة العيش اللي بتبقى في البيت، يعني حرفيا بنقول عليها ايه، يعني بيبقى البيت ايه فيه خير كده. اللهم بارك. يعني الكمية دي هي اللي طلعها لي كيلو دقيق، وكانوا واخدين منهم 4 ترغيفة. يعني غفلوني كده، قلت لهم طب اصبروا اصور الفيديو، ما قالوا لي لا، يعني احنا هناخده وهو سخن كده. بألف هنا ليهم طبعا. شايفين الجمال؟ اللهم بارك. حاجة نظيفة، يعني حاجة نظيفة انت عاملاها بإيدك في البيت، وما شاء الله يعني. طبعا واثقة من حاجتك والمكان نظيف، وغير الأفران بقى والجو بتاع بره ده انت عارفة يعني. والله الواحد كان بيلاقي حاجات كتيرة، الله المستعان يعني. ما شاء الله، يعني العيش يفتح النفس. اللهم بارك. ولا بقى الوش بتاعه خفيف قوي عن الظهر، وما فيش الكلام ده، يعني زي بتاع بره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.